من يومين ثلاثة واقف عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يؤدي دور الممثل العاطفي الذي يستجلب رضا الناس. بنحبكم، مصر هتفضل مصر، واحنا تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يدخل فيها، يدخل بينها يعني بيننا وبين المصريين؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. وعشان كده قبل انتوا ما تتألموا احنا نموت الاول، لكن انتوا ما تتألموش. ايه ده؟ ايه ده؟ حرام عليكم، دي مش طريقة فرجة على فيلم رومانسي كله احاسيس ومشاعر وشجن. سيسي أن هذا الرجل شخص مختلف جدا. تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله. دي حقيقة، هو مختار من الله ومن آل البيت. فالدين معك والله معك ورسوله معك والمؤمنون معك. الفريق الأول عبد الفتاح السيسي زي العسل، تمام؟ عارف طعم العسل؟ هو شخصيته زي العسل كله، تمام؟ الناس اللي عايزة تخس عن طريق انها تشوفه وتنسى الاكل اصلا. ده حدوته، ده عنده كاريزما ربانية لم يحظى بها اي انسان. واللعيب هيطلع كل اللي عنده، بس يشوفوا السيسي، بس فريق السيسي. قبل ما يوصل محمد مرسي بشهرين سألني من وزير الدفاع القادم، قلت له اللي هو عبد الفتاح السيسي. احنا بنشكر الفريق الاول عبد الفتاح السيسي خادم الحرمين ان هو نصفنا على الناس اللي هي ملهاش اي اساس. يلا يا اولاد، خلاص ايه يا اولاد دلوقتي؟ بعد المزاوله يا باشا احنا شخصيته بقى مبهرة جدا، يعني بتبهرني لما بسمعه، بيحصل لي انبهار رهيب. ده خد السلم معاه فوق، خد السلم معاه فوق، يعني ما حد مش اقسم بالله تاني. يعني انا بناشد التلفزيون المصري، ارجوك يا تلفزيون مصر، ذيع السيسي لقاءاته بالكامل، خلينا نستمتع بكلامه. احنا في الايام دي يعني انا مش عايز اخرج عن، لكن الاغنيه الاخيره اللي يعني بتستدعي حاجات جميله جدا جدا. يا رب في اليوم ده واحنا كلام اجوف صحيح. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه يا ست. مش هنكون محتاجين للرجوع للقوانين لو الناس مثقفه، لو الناس عندها القدر من الفهم المطلوب. اهل النوبه ناس اتبعزقت 60 سنه ولا 50 سنه، يا سيدي سيب لهم البيت اللي خدوه ده هديه بعزقه بتاعت 50 سنه. ما تكسروش بخاطر مصر، ما تكسروش بخاطر مصر. لازم تكونوا عندكم امل، وبكره تشوفوا مصر هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هتبقى هو كانوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، ده هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكره تشوفوا. قال لك ايه؟ مصر مش، ايوه هي دي، استنى، مصر مش ام الدنيا، مش أم الدنيا، مصر هتبقى قد الدنيا. الله. واعتقد ان هذا الخطاب رائع، يعني كلمة رائع تحول مين هيعملها ولا ايه؟ تحول السيسي إلى بطل، تحول السيسي إلى عبد الناصر جديد. أيوة. إلى بطل قومي جدا، يعني سيظل في الذاكرة المصرية لسنوات طويلة. شخص مجرد من الهوى، شخص خد قرار. انت دمعت يا استاذ مصطفى. يعني والله أنا حاسس ببلدنا. ايوه، انا فرحان بمصر. بعتقد ان كل مصري خد اعظم جائزة في التاريخ اللي بلده رجعت له. كان نفسي، بس دي مصر.
احنا يا جماعه بلدنا عايزه ذكر. حملة اختار رئيسك. حملة اختار رئيسك. ده حملة كمل جميلك والسيسي رئيس. حملة كمل جميلك وحملة كمل جميلك. حملة كمل جميلك. نحن الذي نريد طريق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. اولا كلمة يريد دي كلمة يهودية، اما بشوف الصهاينة بيتكلموا على الجزيرة بيقولوا نريد. فيا ريت يغيروها بقى شوية. كلمة نريد دي. بعد ان نجحنا في جمع 3 ملايين توقيع، عفوا 3 ملايين توقيع. ونص. مسؤولين في الحملة قالوا ان عدد التوقيعات وصل دلوقتي 4 مليون. حتى الان 5.5 مليون توقيع. ونص. حمل كمل جميلك حتى تاريخ 6/10/2013 على توقيعات لابناء شعب مصر تتجاوز 10 مليون توقيع. ونص. برغم نجاحها في الوصول الى 13 مليون توقيع. ونص. العدد اللي تم جمعه من جميع المحافظات حتى الآن 15 مليون توقيع. احنا وقفنا لحد فين؟ جمع أكثر من 30 مليون توقيع خلال 6 أسابيع. ونص. جمع أكثر من 50 مليون توقيع. جمع 50 مليون. لا وعلي أنا زودوا كمان 20. قدم يحيى خليل المتحدث الإعلامي لحملة كمل جميلك واختار رئيسك بمحافظة البحيرة باستقالته، أرجع استقالته إلى عدم المصداقية في الأرقام التي يعلنها كل يوم مؤسس الحملة، التي قال فيها إن التصويت الإلكتروني بلغ 5.5 ملايين تصويت، في حين أن حقيقة الرقم لا يتجاوز 8500 صوت فقط لا غير. قادر على إدارة أزمة. لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع.